السلام عليكم. دعوني اليوم اشرح لكم طريقة استرجاع كلمة المرور في تطبيق يورباي. طبعا لما نحاول 3 مرات يتوقف ويجينا زي كذا. بعد ذلك يخرج من كلمة المرور ويظهر لنا كذا رقم الجوال ورقم الهوية. نعملهم، بعدين نعمل موافق ونعمل تسجيل دخول. هنا بعد أن كملت البيانات أعمل موافق هنا في الزر هذا وأعمل تسجيل دخول. طبعا بعد تسجيل الدخول تجيني رسالة تحقق على نفس الرقم اللي موجود معي في نفس المحفظة. هذا هو، أدخل الرقم هنا، رسالة التفعيل. بعد ذلك أعمل التالي. بعد أن دخلت الرسالة هنا يطلب مني رمز المرور إذا كان موجود معي من أول. إذا ما كان عندي موجود هنا كما تشاهدون غلط أدخله. إذا ما كان موجود بعمل هنا نسيت رمز المرور. بعدين أعمل نسيت رمز المرور، يحولني إلى التحقق الثاني. هنا كما تشاهدون عملت نسيت. هنا يطلب مني أول حاجة، أول خطوة أعمل تاريخ الميلاد. طبعا تاريخ الميلاد يبدأ باليوم، بعدين بالشهر، بعدين بالسنة. هنا بعد أن أعمل تاريخ الميلاد كامل أعمل التالي من هنا. بعد ذلك يتم التحقق. بعد ذلك تجيني يجيني مكان أحط فيه رمز جديد، رمز طبعا رمز دخول. هذا هو رمز الدخول الجديد. أعمله هنا مرة واحدة، بعد ذلك أعيده مرة ثانية، بعدين أعيده مرة ثانية. خلاص يتم التأكيد واستطيع الدخول فيه في أي وقت. نفس الرمز المرور اللي هو موجود. الآن تم تعيين كلمة مرور بنجاح جديدة. الآن كما تشاهدون بعد أن تم تعيينها، هنا أثرت تفعيل الإشعارات وتفعيل البصمة وتفعيل أي شيء من هنا. أقوم بتفعيلها. إذا أردت أعمل لها تخطي.